ما تيجي كده اقول لك في عجاله ليه تشتري ايفون. بس لو انت مستني مني ان انا هقول لك ليه تشتري ايفون عشان خاطر امكانياته وعشان خاطر البلبله اللي انت عارفها دي، فاحب اقول لك يا صديقي النمره غلط. تعالى بكل بساطه اقول لك ليه تشتري ايفون. يلا عشان ما اطولش عليك، اسرع فيديو هنعمله. تعالى زي ما انا قلت لك في اول الفيديو كده بعنوان ليه تشتري ايفون، ولا هكلمك في امكانيات ولا هكلمك في كاميرات ولا هكلمك في اي حاجه من اللي كل الناس بتهري فيها. انا هكلمك عن حاجه عمليه وحاجه حصلت معايا انا شخصيا. كان عندي عميل مهم جدا، يعني يعتبر من الاصدقاء، كان واخد مني موبايل ايفون 13 برو ماكس. كان واخد مني الموبايل ده من سنتين، والمفروض ان هو جاي يبيعه لي تاني. طيب من سنتين ازاي؟ ده عشان جالي بالفاتوره بتاعتي الشخصيه. موبايل تيربو 13 برو ماكس، سعر الجهاز من سنتين كنت مديهوله بطاريه 100%، كان لسه فيه بتاع حوالي 7 8 شهور ضمان. كنت مديله الموبايل ده صديقي ب 30500، 13 برو ماكس 256. لما جه يعمل ابجريد بعد سنتين وياخد مني الايفون 15 اليومين اللي فاتوا دول، وجئت ان انا بتحايل عليه وبحاول اقنعه ان انا اخد التليفون ده بعد ما استخدمه سنتين وبقى الموبايل 85%. قدرت اقنعه الحمد لله ان انا اخد منه الموبايل ب 35000 جنيه. يعني اشترى مني الموبايل من سنتين وخلى البطاريه من 100% ل 85%. كتر خيره، كان محافظ على حاله التليفون واستمتع سنتين، واداني الجهاز تاني وكسبان في الجهاز 4500 جنيه. هنا السؤال اللي عايزك ترد عليه في التعليقات وما تسيبنيش. بالله عليك، شفت تليفون في العالم قعد معاك سنة سنتين ثلاثة جيت تبيعه كسبت فيه؟ لو حصلت معاك في أي تليفون أندرويد من أي شركة، سامسونج، هواوي، أي حاجة، اكتب لي في التعليقات إن كان معاك تليفون غير أبل بعته كسبت فيه. هو ده بس موضوع الفيديو اللي أنا جاي أكلمك عنه. سيمبوزيوم كده سريع، فيديو سريع زي ما أنت شفت كده بس. يعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم. حاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو. اللي جاي دي هنجيب فيها عروض هتعجبك جدا. حابب تستفسر عن اي حاجه بخصوص المبيعات، هتلاقي الصفحه الثانيه موبايل تربو، سيب لك اللينكات بتاعتها لو انت على الفيسبوك في اول تعليق، ولو انت على اليوتيوب تشانل هسيبها لك في الديسكريبشن. تشوف فيديوهاتي كلها منسقة تحت بعضيها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تتابع القناة، فعل زر الجرس، مستني رسائلك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. معاك احمد تربو، سلام عليكم.